السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من فيديوهات بصمة من بيتي. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير ومهنيين وبصحة جيدة. فيديو جديد على القناة، إن شاء الله يلقاكم كامل بخير وعلى خير وأموركم كلها موفقة بإذن الله. فيديو تاعنا نهار اليوم إن شاء الله فيه طبيعة. أنا راح نهرب من ضغوطات الحياة، نديكم معايا إن شاء الله تفوتيو بالطبيعة وبالمناظر الطبيعية، ونحاولوا نشغلوا رواحنا بالغرس وبالطبيعة هكا باش نهربوا من التفكير، من زيادة التفكير. أي اللي عنده تفكير مفرط في راسو، اللي عنده وجع في راسو، يحاول أنه يشتت التفكير تاعو بحاجة يحبها والله يستمتع بها، هكاك باش ينقص شوية من الضغوطات تاع الحياة. أي إنسان تقدر تفوت عليه أزمات وضغوطات الحياة، وكي يختنق الإنسان من التفكير يفضل الصمت، اللي توصل به درجة الاختناق اللي راهي داخله، والنار هذيك اللي تشعل داخله يوصل لدرجة الاختناق. في هذه المرحلة الإنسان يفضل الصمت ويفضل الهدوء ويفضل يجبد روحه حتى يتشافى تدريجيا، يعني التشافي التدريجي الذاتي. يهرب دايما للهوايات اللي يحبهم والحوايج اللي يحبهم. هنا راح نشارك معكم هكا مع الصباح مناظر باهية تهبل، الجو باهي وصافي من الفوق. نوريلكم المنظر للغابة والمناظر الطبيعية، والله جو روعة. ربي إن شاء الله يفرج على كل انسان مهموم. كما شفتوا ما جيتش نشكي، فيديو ما فيه الشكوى ولا حاجه، والشكوى لغير الله مثلا نحكموا كامل في ربي. وكما نقولوا قدر الله وما شاء فعل، والحياه كلها ضغوطات ومشاكل. اكيد الانسان يمر في حياته بمراحل كلها شوك وصعيبه، خصوصا ملي دخلت هذا اليوتيوب. يعني نجي نرفد هكا روحي شوية نلقى روحي طحت في متاهة، نرفد روحي نتشافى نولي نرجع للقناة نلقى روحي دائما في للوراء، اللي راني نجري للوراء ماشي نتقدم كامل للأمام. هذو حوالي من 40 إلى 50 فيديو، حاجة صعيبة بزاف باش تفقديهم، لأنه تعبت فيهم. تعب شفت لهم يعني فيديو واكتشفت الأمر، يعني ما عندهاش أسبوع كي درت لكم الفيديو تاع يناير. رحت نحوس على الروابط، ما لقيتش فيديوهات، ما لقيتش الفيديوهات خلاص في القناة. نتفكر فيديو مورا فيديو، نتفكر فيديو مورا فيديو، ولا فيديوهات بزاف ما كانش. منها الفيديو تاع حقيبة العمرة اللي قريب يوصل 200 ألف، فيديو تاع المصلى، فيديو تاع تنظيف المطبخ، الفيديو تاع يناير ما كانش. راني جبتهم، كاين 3 ولا 4 في الفيسبوك، راني جبتهم نعاود نحطهم ان شاء الله على القناة. والباقي ما كانش. طليت على عدد الفيديوهات، كان عدد فيديوهات اللي عندي في القناة اكثر من 310 فيديو، نلقاها في 270 ولا هكاك فيديو. ما لقيتش واش ندير، الله اعلم. دخلت في صدمة كبيرة، ما قدرتش يعني نستوعب، ما قدرتش نتقبلها، لانه فيديو والله في القمة ممتازين ومخدومين مليح وتعب تاع التصوير، تاع المونتاج، تاع باش تخدمي حاجة راهي فيها بزاف تعب. المهم اذا حوستوا على حاجة ما لقيتوهاش راهي راحت الله لا غالب، والله المستعان، وربي يعوضنا ما خير ان شاء الله. كما قلت لكم، واليوم راح ان شاء الله كما نقولوا نشتت التفكير تاعي. اللي عنده تفكير مفرط يجيكم احيانا هذاك التفكير المفرط، زياده في التفكير، راح نشتت التفكير تاعي. كما شفتوا نلقى اي حاجه نخدمها يدويا بلا ما على بالي راسي. الراس راهو يخدم، اي انسان كيمر بمرحله ضغوطات الراس دائما راهو يخدم. يعني انت راكي تخدمي فيه هذاك الشغل ما على بالكش فاش راكي تخدمي فيه اصلا، لانه كما نقولوا التفكير الزائد والمفرط يدير هذه الحاله، واغلبها هي الضغوطات النفسيه هما اللي يديروا هذا الحالات. هنا هذو الجيرانيوم هذو عفستهم شتهمش، يعني تكسروا ما نحيتهمش هكا باش نعاود الاكثار تاعهم. يعني اللي يحب يعاود الاكثار تاع الجيرانيوم في اي وقت راهي تصلح، مام هي في الشتاء وراهي دايره الورد. نحاول نبدل لها كيما شفتوا طاحت وتكسرت وراح لها كامل التراب،
كل ما تصب المطر والتراب تاعها يروح. هنا لقيت يسمى من قدامي طايش، هزيته. راح نعاود له اعادة تدوير، ونحنغرس هذا النبتة معكم. نحاول نحيها بالجدرة برك ونحطها. والعراف الاخرين راهم نغرسهم برك في الارض. كيما شفتوا التربة راهي مشمخة، والامطار الله يبارك راهم ان شاء الله يكونوا امطار خير علينا. نغرس الباقي الارض، ونهز كيما نقولوا نحاول اني نساعد روحي بروحي، نهز البالي ونبدا نبالي اي حاجه نلقاها قدامي ان شاء الله نبالي. وراكم معايا في هذا الفيديو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم في الهضره. وراكم معايا عايشين هذه اللحظات، نتلاقاو فيما بعد ان شاء الله.
هنا لو كان نرفد بالي نفوت عليكم وحدة وحدة كامل ما على باليش واش راني ندير. المهم مهما كان ومهما يكون الجو راهو مليح والانسان ما نصابش في دينه وفي اهله في ولادو الباقي كل شيء يتعوض. قولوا لنا في التعليقات كيفاش تتجاوزوا الازمات اللي يفوتوا على حياتكم خصوصا الصعبه واللي عنده النفسيه الهشه الحساس. كيفاش دير مع هذا المشاكل اللي يجيوها في الحياة اليومية، طريقة اللي تخرج منها من الأزمات هكا باش نستفادوا كامل مع بعضنا. بهذا يكون الفيديو تاعنا وصل للنهاية تاعو. كون كيما قلت لكم نهز البالي نفوت عليكم على باليش واش راني ندير او حاجه درتها. المهم ما فيهش طبخ ولا حاجه لانه مانيش قادره ندير اي حاجه نصور اي حاجه. ان شاء الله نرجع كيما كنت من قبل. ملاحظه برك هذا الفيديو نورمالمون يتحط قبل لانه انا مازال ما باليتش برك. هذه هي الملاحظه. كنت نورمالمون نديرو قبل ما نبالي نوريكم هذا الفيديو لانه هو الاولاني. كما شفتوا الارض ماهيش نقيه هنايا بعد ما باليتها ولات تشعل الشعيل. نتلاقاو في فيديوهات مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.